بيبدأ المسلسل سنة 1988 مع واحد اسمه داجيما، واللي بنعرف إن هو باحث نفسي، وبنشوفه هو في المكتب بتاعه وبيتفرج داجيما على الحلقة بتاعته مع واحدة اسمها هاروكا، واللي بتكون ممثلة مبتدئة، وبتحكي هاروكا عن الشقة بتاعتها الجديدة واللي شك إنها مسكونة بالأشباح، وبتسألها المذيع عن اللي هي شافته في الشقة دي. فبتقول لها هاروكا إنها أول ما نقلت طوكيو وهي بتسمع خطوات رجلين لطفل صغير في نص الليل، وفي الوقت ده بتدخل المساعدة بتاعت داجيما عليه وبتقوله إن وكالة هاروكا بعتت له شريط تسجيل للخطوات اللي هاروكا بتسمعها بالليل، وبيستغرب داجيما إن هاروكا سجلته فعلا. فبتقول له المساعدة بتاعته إن هو اللي نصحها بده، وبعدها بيشغل داجيما التسجيل لكنه مش بيلاقي صوت خطوات، وبيسمع صوت حد بيحاول يتكلم ومش قادر يعمل ده. فبيطلب من المساعدة بتاعته إنها تسمع معاه، فبتقول له إنها مش فاهمة حاجة من كلامه. وبعدها بيعمل الباحث داجيما مقابلة تانية مع هاروكا، وبيشغل التسجيل على الهواء بشكل عكسي لكنهم مش بيقدروا يفسروا الصوت اللي هم سامعينه. وبيقول لها واحد من الحضور إن شقتها مش مسكونة، وبيسألها داجيما لو كانت طلعت أي صوت وهي بتسجله، لكن هاروكا بتأكد له إنها ما طلعتش أي صوت. فبيسألوها لو كان الساكن اللي قبلها اشتكى من نفس شكوتها، لكنها بتقول لهم إن السمسار أكد لها إنها أول واحدة تشتكي، لكن داجيما بيقول لها إنها ما ينفعش تثق في كلام السماسرة. وبعد المقابلة بتتكلم هاروكا مع داجيما وبتسأله عن اللي هو عاوز يعمله بتجميع القصص الرعب، فبيقول لها إنه عاوز يألف كتاب، لكن هاروكا بتقول له إنها قصدها هو ليه بيعمل كده، لكن داجيما مش بيعرف يرد عليها. وبعدها بتقول له هاروكا إنها نقلت من الشقة وإنها عايشة مع صديقها في شقته، وإن صديقها هو اللي نصحها بكده، ولكن بتقول له إن صديقها بقى غريب في الفترة الأخيرة. وفجأة بتنادي لها مديرة أعمالها فبتمشي، لكن داجيما بيقول لها إن معنى كلامها إن الخطوات هتروح وراها في أي مكان هي فيه. وبعدها بيروح داجيما لصديق هاروكا الشغل واللي بيكون اسمه تيتسويا، وبيقولوا انه عارف من هاروكا انهم اتنقلوا من الشقة، وبيسألوا لو الموضوع خطر فعلا. فبيطلب منه تيتسويا انه ما يقولش لهاروكا اللي هو هيقوله له. وبعدها بيقولوا انه كان عاوز يطلب ايديها للجواز، وانه كلم سمسار وقدر يوصل لبيت سعره منخفض، وانه لما دخل البيت ده شاف شبح شايل طفل، وانه شاكك انه سبب اللعنة، لكن تيتسويا بيرفض يقول له على مكان البيت ده. وفي نفس الوقت ده بنشوف بنت اسمها كيومي وهي مع مامتها في أوضة المدرسين وبتكون منقولة جديد، وبيقول لها المدرس إن الزي بتاعها مش جاهز وإنها هتلبس زيها القديم. وفجأة بتطلب منها مامتها إنها تستناها بره المكتب، وبتقول لها إنها عاوزة تتكلم مع المدرس بتاعها لوحدهم. وبتفهم كيومي إن مامتها بتحاول تتقرب من المدرس بتاعها، وبتبقى متضايقة من تصرفاتها. وفعلا مامتها بتقول لها إنها أم عزباء وبتعيط، وبتقول لها إنها سببت مشاكل كتير لبنتها كيومي. وبعد أسبوع بتتعرف كيومي على بنتين اسمهم يوشي ومي، واللي بيسألوها لو كانت بتحب القطط، فبتقول لهم كيومي إنها كان عندها قطة وماتت. فبتقول لها يوشي إن في بيت مهجور في المدينة اسمه قصر القطط، وبتسألها لو أهلها متحفظين وعايزينها ترجع بعد المدرسة على طول. فبتعتذر لها كيومي وبتقول لها إنها مشغولة وإنها هتكون فاضية بكرة. ولما بترجع كيومي البيت بيكون معاها جواب من المدرس بتاعها لمامتها، وبيكون التلفزيون بيتكلم عن حالتين خطف حصلوا في المدينة، وبيكونوا الطفل عنده 11 سنة وطفل عندها 6 سنين. وبتتخانق مامة كيومي معاها وبتقول لها إنها ضحت بنفسها علشانها، وبتتهمها بإنها على علاقة بالمدرس بتاعها، لكن كيومي بتبقى متضايقة من كلامها وبتزعق لها، لكن مامتها بتتهمها بإنها كانت السبب في طلاقها من أبوها. فبتخرجها كيومي بره الأوضة وبترزع الباب. وقتها بتكون هاروكا راجعة من التصوير وبتلاقي تيتسويا نايم على الأرض، فبتخاف وبتسأله لو كان حاجة حصلت. فبيحكي لها تيتسويا عن مقابلته مع داجيما، لكن هاروكا بتقاطعه وبتطلب منه إنهم ما يتكلموش في الموضوع. فبيطلب منها تيتسويا إنها تقابل مامته، فبتفهم هاروكا إنه عاوز يتجوزها، لكن تيتسويا بيتأسف لها وبيقول لها إنه كان مخبي عليها حاجة. وفجأة بينهار وبيحكي لها عن البيت الغريب اللي هو دخله، وإن هو اللي كان السبب في صوت الخطوات اللي هي كانت بتسمعها، لكن هاروكا مش بتكون مقتنعة بكلامه. وفجأة بيلمح تيتسويا باب الأوضة مفتوح، وفجأة النور بيتفتح، فبتخاف هاروكا وبيدخل تيتسويا الأوضة، لكنه بيلاقي الشبح اللي شافه في البيت المهجور، فبيخاف وبيصرخ، لكن هاروكا بتدخل وراه بسرعة وبتحاول إنها تهديه. وتاني يوم بتتجمع كيومي مع أصحابها الجداد علشان يروحوا البيت المهجور، لكن كيومي بتتفاجئ بإنهم جايبين صاحبهم معاهم واللي بيكون اسمه يودي. فبتخاف كيومي في الأول، لكن البنات بيطمنوها وبيقولوا لها إنه الحارس الشخصي بتاعهم وإنهم مش هيعرفوا يدخلوا البيت المهجور من غيره. فبتوافق كيومي، ولما بيوصلوا البيت بتلاقي كيومي قطة سودا، وبيبدأوا يكتشفوا البيت واللي بيلاقوه غريب، فبيطلعوا للدور التاني. وبتسأل يوشي ودي لو في سرير في البيت ده، لكنه بيقول لها انه مفيش. فبتقول له انهم هيستخدموا الارض،
وفجأة البنتين بيمسكوا كيومي وبيوقعوا على الأرض، وبيهددها يودي بسكينة وبيعتدي عليها، وبتبدأ يوشي يتصور كل اللي بيعمله، وبتهدد كيومي بإنها لو قالت لحد هتنشر الصور في المدرسة. وفجأة مي بتبدأ إنها تنونو زي القطط وبتمشي وبتسيبهم، وبعدها بتقوم كيومي علشان تروح، لكنها بتلاقي القطة السوداء فبتاخدها وبتدخل الدولاب وبتقفل عليها، لكنها فجأة بتشوف الشبح فبتصوت، فبيروح لها يودي علشان يطمن عليها، لكن كيومي بتبدأ إنها تغريه وبتقرب منه. وفجأة بتقول لهم يوشي إن مي مش موجودة، لكن يودي بيقول لها إنها أكيد روحت، لكن يوشي مش بتكون مقتنعة لأنها بتلاقي الجزمة والشنطة بتاعتها لسه في مكانهم، لكنهم ما بيهتموش وبيروحوا. وأثناء ما هما مروحين بتطلب كيومي من يودي إنه يوصل لحد البيت. وفي نفس الوقت ده بتكون هاروكا مستنية تتسويا علشان يروحوا يقابلوا مامته، وبتنام وهي مستنياه وبتحلم بالمقابلة، وبتقوله إنها متوترة علشان هتقابل مامته، وتتسويا بيطمنها وبيقول لها إنها تعتبر نفسها في تجربة الأداء، لكن هاروكا بتضحك وبتقوله إن الموضوع مختلف. ولما بيوصلوا للبيت بتتفاجأ هاروكا بشخص شبه تتسويا وهو واقف قدام البيت، لكنها أول ما بتدخل البيت بتلاقي شبح البنت واقف، فبتخاف وبتصحى من النوم، وبيكون التلفزيون بيتكلم عن جريمة قتل واغتصاب جديدة حصلت لبنت عندها 17 سنة، وإن المجرمين كانوا 3 طلاب في الثانوية، وإنهم حطوا البنت جوا برميل وحطوا عليها أسمنت. وبتقول لصاحبة كيومي إنها جريمة بشعة، وفجأة التليفون بيرن وبيكون رئيسة وكالة هاروكا، واللي بيبلغها بإن تتسويا مات وإن الشرطة عاوزاها علشان تتكلم معاها. وفي الجنازة بتقابل هاروكا وداجيما، واللي بيسألها لو كانت حكت للشرطة عن حاجة، لكن هاروكا بتطمنه فبيقولها إن الشرطة مش قادرة توصل لسبب موته وإنه انهار وهو في أوضته. وبيسألها لو كانت تعرف حاجة، فبتقول له هاروكا إن تتسويا قال لها إنه راح بيت غريب وإن كل اللي بيحصل هو غلطه هو، وإنه طلب منها إنها تروح تقعد مع صاحبتها قبل ما يموت، وإنها علشان كده هي ما تعرفش حاجة. وفجأة بيقاطعهم شخص وبيقول لهاروكا إن مامة تتسويا عاوزة تكلمها، فبتطلب هاروكا من أوديجيما إنه يروح معاها، وساعتها بتقول لها مامة تتسويا إنهم ما قدروش يبينوا وشه للمقربين علشان يودعوه، وبتطلب من هاروكا إنها تشوفه، واللي بتكون خايفة لكنها بتوافق. وبتستغرب هاروكا من شكله أول ما بتشوفه، لكن مامته بتقولها إن ابنها وارث دمها، وإن هي كمان عندها قدرة التواصل مع الأشباح، وإنها عارفة إنه كان مخبي عنها حاجة. وبتسألها لو كانت تعرف هو مات إزاي، لكن هاروكا بتقولها إنها ما تعرفش حاجة. وتاني يوم بتكون يوشي مع المدرس في الأوضة بتاعته وبيسألها عن مكان مي، وبيقولها إنهم دايما مع بعض، وبيستغرب إنها مش عارفة مكانها، وبيقولها إن في حد شاف مي وهي في ديسكو وعلشان كده محدش بلغ الشرطة، وإنهم محتارين ليه هي سابت البيت وعاوزين يعرفوا مكانها. وفجأة بتدخل كيومي وبتقول للمدرس إن مامتها عاوزة يعدي عليها بالليل، فبيكون متوتر علشان يوشي، لكنه بيقولها إنه هيعدي عليهم متأخر وبيسيبها وبيمشي. فبتطلب كيومي من يوشي الصور وبتهددها بإنها هتحكي مي اختفت إزاي، فبتديها يوشي الصور، لكنها بتطلب منها إنها تساعدها وتدور معاها على مي، لكن كيومي بترفض وبتقول لها انها هتقابل يودي. وبالليل بتروح يوشي الديسكو اللي قال عليه المدرس وبتدور على مي، لكن ما فيش حد بيكون عارف مكانها. وفجأة بتسمع حد بينادلها وبتطلع مي بهدوم المدرسة وبتاخدها وبيختفوا هما الاتنين. وفي نفس الوقت ده بترجع كيومي البيت مع يودي، وبتكون مامتها مع المدرس بتاعها واللي بيكون خايف ان كيومي تشوفه، لكن مامتها بتطمنه وبتقوله ان كيومي بترجع البيت متأخر، وبتسأله لو كان معجب بكيومي لكنه مش بيرد عليها. وبتستنى كيومي لحد ما المدرس ما بيمشي، وبتروح لمامتها الأوضة وبتطلع لها ورقة وبتبدأ انها تقراها، وبتقول لها انها مش عاوزة تعيش مع أم بتصاحب المدرسين بتوعها، وبتطلب منها انها ما تدورش عليها وبتشكرها على تربيتها. لكن مامة كيومي مش بتكون مهتمة بكلامها وبتقول لها انها ترتاح لو هي مشيت وسابتها. وفجأة بيسمعوا صوت قطة، فبتقول لها كيومي انها قتلت القطة بتاعتها وده لان هي وباباها كانوا بيحبوها، لكن مامتها بتستهتر بكلامها وبتروح الصالة. فبتطلب كيومي وقتها من يودي انه يقتلها وبتهدده بالصور اللي معاها، وبتقوله انها هتبلغ الشرطة لانه اعتدى عليها وانها قاصر وبالتالي هيتحكم عليه بالاعدام. فبيطلع يودي ورا مامة كيومي وبيمسك التليفون وبيقتلها، لكنها بتعتذر لكيومي بسبب القطة وبتطلب منها انها تسامحها، لكن كيومي مش بتتأثر بكلام مامتها وبتدي يودي منديل علشان يمسح البصمات، وبيخلوا الموضوع يحصل كأن المدرس هو اللي قتلها، وبتسيب الجواب اللي كانت كاتباه وبيهربوا. لكن يودي بيكون متردد وكيومي بتشجعه، وبتكون دي واحدة من الحوادث اللي حصلت بسبب البيت المسكون. وقتها بتحلم مامة تتسويا بيه وبيكون عاوز يقولها حاجة في الحلم لكنه مش بيقدر. وبعد 6 سنين بنشوف يودي وهو شغال عامل نظافة، وبيكون مديره في الشغل بيضربه وبيهينه، وبيرجع البيت وهو متضايق ومتعصب وبيتخانق مع ابنه تشوكي لأنه مش بيسمع كلامه، وبيقول لكيومي إنها دمرت حياته، لكن كيومي بترد عليه ببرود وبتقوله إن هو اللي دمر حياتها الأول.
وبيفهم يودي انها عملت ده كله علشان تنتقم منه، وبيشك فيها انها كانت على علاقة بالمدرس بتاعها فعلا زي مامتها كانت بتقول، وعلشان كده خلصت من مامتها واتهمته هي بالقتل. وبيقول لها ان تشوكي مش ابنه، لكن كيومي بتضحك وبتقول انه بقى بيتكلم زي مامتها، فبيتعصب عليها وبيضربها لحد ما بتنزف. وفي نفس الوقت بيكون ابنها تشوكي شايف الشبح قدامه فبيخاف وبيعيط، لكن يودي مش بيستحمل عياطه وبيسيب كيومي وبيروح يضربه. وبتكون كيومي هي كمان شايفة الشبح. وتاني يوم بتروح لهم موظفة حماية الطفل، لكن مش بيكون في حد فيهم في البيت، وفجأة الباب بيتفتح لوحده، ولما بتدخل بتلاقي ابنهم تشوكي قاعد على الأرض وجسمه عليه كدمات ضرب. فبتاخده وبتروح للمستشفى، وبيقول لها الدكتور إنه عنده جفاف ونقص في التغذية، وإنها لو ما كانتش بلغت عنه كان هيموت. وبعدها بتروح كيومي المستشفى وبتاخده بالعافية، لكن موظفة حماية الطفل بتلاحظ كدمات على ايديها وبتعرف ان هي كمان بتتعرض للعنف، فبتسيب لها الطفل وبتقول لها انها موجودة طول الوقت لو احتاجت مساعدتهم. وبعد سنة بتكون هاروكو في التصوير وبتقابل الباحث اوداجيما واللي بيديها الكتاب بتاعه، وبيقول لها انه كتب قصتها فيه، وانه لسه بيدور على البيت المهجور اللي تيتسويا راح له وانه مش لاقيه، وبيسألها لو كانت تقدر تساعده، لكن مديرة اعمالها بتنادي عليها فبتسيبه وبتمشي. وبالليل لما بترجع البيت بتفتش في حاجات تيتسويا القديمة، وبتلاقي الشريط اللي كان مسجله في شقتها القديمة، وبتستغرب انه لسه موجود معاها. ولما بتنام بتحلم بتيتسويا وبتشوفه وهو داخل البيت المهجور، وبتعرف انه شاف شبح، فبتقوم من النوم وهي مفزوعة. وتاني يوم بتاخد الشريط وبتروح لمامة تيتسويا، واللي بتقول لها انها حرقت كل حاجة تخصه لانها كانت بتزعجها. فبتقول لها هاروكا انها لازم تلاقي البيت اللي تيتسويا راحه، وانها لازم توقف اللعنة دي قبل ما حد تاني يتأذي. فبتفتكر مامة تيتسويا الحلم، وبتقول لهاروكا ان تيتسويا كان عاوز يقول لها حاجة فعلا، وبتاخد منها الشريط وبتولع شمع، وبتبدأ انها تعمل جلسة تحضير ارواح، وبتسأل الشبح اللي بيظهر لها عن البيت اللي هو موجود فيه. وفجأة صفحات الكتاب بتتقلب وبيظهر الشبح وبيشاور لها الحي اللي فيه البيت، وفجأة بيظهر تيتسويا وبيحذر مامته وبيطلب منها انها ما تروحش البيت ده ابدا. فبتخاف وبتقع على الارض وبتقول لهاروكا ان تيتسويا انقذها. وبعدها بتروح هاروكا للحي اللي الشبح شاور عليه، وبتلاقي راجل اسمه نوبو واللي بيبقى عايش مع مراته، لكنها بتتفاجئ لما بتشوف حد تالت في الدور التاني واللي بيكون الشبح، فبتخاف وبترجع. وقتها نوبو بيكون خارج وبيقول لمراته انه هيتعشى بره، وبيكون رايح يقابل عشيته واللي بيكون اسمها تيشي، وبنشوف انها حامل وبتكون شارية هدوم للطفل وبتوريها له. وقتها بيكون جوزها كيشي بيراقبها من غير ما هي تعرف. وبالليل بيرجع كيشي البيت وبنلاحظ ان مراته تيشي بتعامله بطريقة وحشة وبتقوله انها اتغدت بره البيت، وبتطلب منه ان يجيب لي نفسه اكل من بره. ولما بيسألها هي كانت فين بتقوله انها كانت مع صديق بتشتري شوية حاجات. فبيقول لها كيشي انها ما تتحركش كتير علشان الطفل، فبتقوله تيشي ان صاحبها قال لها كده هو كمان. وبعدها بيروح كيشي يقعد جنبها وبيبقى عاوز يختار معاها اسم لطفلهم، لكنها بتقوله انها تعبانه وبتسيبه وبتمشي. وفي نفس الوقت بتكون الاسعاف واقفه قدام بيت كيومي، وبتاخد ابنها تشوكي وبيهرب يودي، وبتروح كيومي معاه المستشفى، لكن الضابط بيقول لها ان ابنها عنده كسر في الجمجمه وبيسالها عن اللي عمل فيه كده. فبتقول له كيومي ان جوزها كان متضايق منه وانه ضربه بالتليفون. وفجأة بيظهر الدكتور وبيقول لها انها تقدر تشوف تشوكي، لكنها لما بتدخله مش بيعرفها وبيبقى باصص في السقف. فبتعيط كيومي وبتخرج بره الأوضة، وبتكون موظفة حماية الطفل مستنياها وبتحاول تواسيها، لكنهم فجأة بيشوفوا شبح تشوكي. فبتنهار كيومي أكتر وبتقول للموظفة إنها كانت أخيرا حست إنها حرة، وبتستغرب إن ابنها حصل له كده في نفس الوقت، وبتسأل الموظفة لو تقدر إنها تبدأ حياتها من جديد. لكن فجأة بتقوم كيومي وبتطلب من الموظفة إنها تبعد عنها وبتهرب. وقتها بتكون هاروكا في حفل التوقيع للباحث أوديجاما واللي بيحكي قصة البيت المهجور، وبيقول للقراء إنه بقاله 7 سنين بيدور عليه. وفجأة بتدخل المساعدة بتاعته وبتقوله إن في مجرم كان بيخطف الأطفال قرا كتابه، وإنه بيقول إنه يعرف مكان البيت وإن عنده معلومات عنه. فبيفرح أوديجاما وبيعلن الخبر للقراء، لكن هاروكا بتقف فجأة وبتطلب منه إنه ما يروحش البيت ده أبدا، لكن أوديجاما مش بيسمع كلامها. وتاني يوم بيروح للخاطف السجن واللي بيسأله عن السبب اللي بيخليه يجمع قصص الرعب. فبيقول له أوديجاما إن كل أفراد أسرته ماتوا في ظروف غامضة وإن ممكن يكون ده السبب. فبيقول له الخاطف إنه كان بيسجل البرنامج بتاعه وبيسمعه في كاسة العربية طول الوقت، وإنه مهتم بقراءة الجرايد القديمة وخصوصا جرائم القتل اللي بتتكتب فيها، وإنه كان بيروح يدور على الأماكن اللي حصلت فيها الجرائم. وبيقول له إن البيت اللي بيدور عليه حصلت فيه أول جريمة قتل سنة 1952، وإنه لما راح يدور على البيت استغرب إنه لسه موجود. وبيقول له إن ابن صاحب البيت خطف بنته وخلاها حامل، وإنه حبسها لحد ما هي ولدت وقتلها. وبيقول له إن الغريب إن الطفل اختفى من بعدها. وقتها بيكون نوبو مع عشيته
قابلته في مطعم وبيقول لها انه قتل مراته قبل ما يجي لها وانها هتولد قريب وان هي كمان لازم تخلص من جوزها علشان يعيشوا مع بعض حياة سعيدة. فبتوافق تيشي وبتسأله لو كان عايز يختار اسم المولود معاها، لكنه بيقول لها انه مش هيختاروا له اسم غير لما تخلص مهمتها. وبيسألها لو كانت عاوزة مساعدة، لكنها بتقول له انها هتخلص الموضوع بنفسها. وبالليل بتحضر تيشي العشاء لجوزها كيشي على غير العادة وبتطلب منه انه يشرب كاس نبيذ علشانها وبيكون فرحان. لكن فجأة بتقوله ان الطفل اللي في بطنها مش ابنه وانه ابن شخص كانت بتحبه وهي في الثانوي، وانهم اتقابلوا صدفة وبقت حامل منه، وانها عمرها ما حبته ولا حتى كانت مبسوطة معاه، وانها كانت بتمثل. وبتكون بتقوله كل الكلام ده وهي مبتسمة وبتقوله انه شخص طيب وانه اكيد فاهم هي عملت كده ليه. فبيبتسم كيشي وبيشرب كاس النبيذ كله مرة واحدة. فبتخاف تيشي فبيطلب منها جوزها انها تشرب معاه، لكنها بترفض بسبب الطفل. لكنه بيقول لها انهم هما التلاتة هيموتوا وبيحاول يشربها بالعافية. لكن فجأة بيرجع الاكل اللي هو اكله وبيروح الحمام، لكن تيشي بتروح وراه وبتطلع سكينة وبتضربه في جنبه، لكنه بيقدر انه يدافع عن نفسه وبياخد منها السكينة وبيوقعها على الارض وبيحاولوا انه يقتلها. لكنه بيحس بالذنب وبيسألها لو كانت كويسة، لكنها بتبدأ تصرخ باسم عشيقها نوبو وبتطلب منه انه يساعدها. فبيتضايق منها جوزها وبيذبحها، وبعدها بيفتكر الطفل اللي في بطنها وبيقول لنفسه انه لازم ينقذه. فبياخد السكينة وبيفتح بطنها وبيخرج الطفل وبيفرح لما بيلاقيه بيعيط وبيتأكد انه حي، وبيلاقي بطاقة تهنئة باسم نوبو. فبيقرر انه ياخد له ابنه ويديهوله، وفعلا بيلف الطفل وبيروح لحد بيت نوبو. لكن فجأة بيلاحظ ان الطفل بطل يتنفس وبيعرف انه مات، وبيكون الجو بيمطر فبيحفر في الجنينة وبيدفن الطفل. وبعدها بيشوف الشبح واللي بتساعده في انه يدخل البيت. وبعدها بنشوف كيشي وهو قاعد في بيت نوبو وبيشكره على الاكل، وبيمشي وبيسيب نوبو وهو مشنوق وميت، وبيقوله انه لما يرجع البيت هيبقى يبلغ عن نفسه. ولما بيرجع البيت بيسمع صوت التليفون بيرن، ولما بيدور عليه بيلاقيه جوه بطن مراته فبيخاف. وبعدها الشرطة بتقدر انها تقبض عليه وبيعترف بانه قتل مراته وعشقها. وتاني يوم الصبح بيروح أودوجاما المكتبة علشان يسأل عن قضية 1952، لكنه بيقابل هناك موظفة حماية الطفل واللي بتقوله ان الشرطة لقت راجل ومراته مقتولين في بيت. ولما بيروحوا المكان الحادثة بيكتشف أودوجاما ان البيت اللي بقاله 7 سنين بيدور عليه هو نفسه بيت طفولته. وبعدها بيروح يقابل هاروكا وبياخدها وبيروح لموظفة حماية الطفل واللي بتوريهم رسومات شوكي، وبتسأل الباحث أودوجاما لو كانت الرسومات دي ليها علاقة بالبيت المسكون، لكنه بيسألها عن كيومي مامة تشوكي فبتقوله انها اختفت وانها سابت ألعابه في المركز. وبتستغرب الموظفة ان البيت ده بيكون السبب في معاناة اي حد يسكنه، لكن أودوجاما بيأكد لها وبيقول لها انه كان ساكن في البيت ده وهو عنده 5 سنين وان كل اسرته ماتت ما عدا هو. وبتقول لهم هاروكا انها زارت البيت ده قبل الحادثة وانها شافت حد كان عايش في الدور التاني غير الزوجين. فبيستغرب أودوجاما لان الشخص ده هو الوحيد اللي دخل البيت وعاش، وبيقول لهم ان اكيد ده حصل علشان يكشف لعنة البيت ويوقفها. لكن موظفة حماية الطفل بتقول لهم انها لسه مش مصدقة كلامهم وانها هتدور على كيومي. وبعدها بنشوف كيشي وهو في اسم الشرطة وبيسأل المحقق عن السبب اللي خلاه يدفن الطفل في حديقة البيت، لكن كيشي بيكون مضطرب ومش عارف يجاوب على أسئلته. فبيقولوا انه حس انه لازم يدفنه وان الطفل مكانه البيت ده، وده لانه هو مش ابوه. وفجأة بيتخيل انه سمع صوت التليفون بيرن، فبيسأله المحقق تاني هو ازاي دخل البيت. فبيقول له ان مرات نوبو هي اللي فتحت له، ومش بيبقى عارف طبعا ان اللي ظهر له هو الشبح اللي ساكن في البيت. فبيقول له المحقق انه نوبو كان قاتل مراته قبل ما هو يوصل البيت ويقتله. وبيتخيل كيشي تاني ان التليفون بيرن فبيتوتر وبيخاف، وبيعرف المحققين انهم مش هيعرفوا يطلعوا منه باي معلومه مفيده. وبعدها بيكون كيشي في الزنزانه بتاعته وبياكل، وفجاه بيسمع صوت تليفونات كتير بترن في وقت واحد فبينهار وبيخاف من صوتها. وفجاه بيشوف مراته اللي هو قتلها قدامه وبتشاور له على حاجه، ولما بيبص وراه بيلاقي الجنين اللي هو دفنه بياكل من الطبق اللي هو كان بياكل منه. وبعدها بيقرب منه بشكل مرعب فبيخاف كيشي، وبيفضل الطفل يقرب منه لحد ما بيفتح بقه وبيدخل جواه. وبعدها بيموت كيشي. وفي الليل بيبقى يودي قاعد في المخبأ بتاعه، وفجأة بيشوف تشوكي وهو بيرسم رسومات غريبة وبيقول عليها ماما. فبيفرح يودي وبيطلب منه انه يرسمه هو كمان. وفجأة ديانا بيخبطوا على باب يودي فبيسمع تشوكي وهو بيهمس له وبيطلب منه انه يهرب. فبيستغرب يودي. وتاني يوم بيقابل أودوجاما المحقق المسؤول عن قضية نوبو، وبيقول له ان في قضية شبه القضية بتاعته حصلت من 43 سنة، وان في شخص خطف بنت من نفس
نفس البيت اللي اتقتل فيه نوبو، وإن البنت دي لقوها مقتولة بعدها، وبالرغم إن طفلها اتولد بشكل طبيعي إلا إنه اختفى. وبيكمل كلامه وبيقول إنه بعدها ب8 سنين اختفت أخته هي كمان من نفس البيت، وإنه ما كانش فاكر لأنه وقتها كان عنده 5 سنين بس. لكن المحقق مش بيكون مقتنع بكلامه وبيسأله لو كان قصده إن البيت مسكون، لكن أوديجاما بيقول إنه بيقول له المقدمة دي لأنه عاوز يسمح له إنه يدخل البيت. فبيوافق المحقق وبيروح البيت فعلا. وأول ما بيدخل أوديجاما بيبدأ إنه يشوف نفسه وهو صغير وبيفتكر ذكرياته، وبيقول له المحقق إنه الضباط اللي فتشوا البيت قال له إنهم كانوا بيجي لهم كوابيس بعد التفتيش. وفجأة بيسمع أوديجاما صوت حاجة بتتكسر، فبيطلع جري على الدور التاني. لكن المحقق لما بيروح وراه بيتخيل ببنتين في البيت، ووقتها بيسمع أوديجاما صوت بنت بتعيط في دولاب، ولما بيفتحوا بيلاقي كيومي ماسكة القطة وبتعيط وبتبص فوقيها. لكن أوديجاما لما بيبص للنقطة اللي كانت بتبص فيها مش بيشوف حاجة، وفجأة بتصرخ كيومي وبيلاقي المحقق وراه وبتختفي كيومي. وبنشوف كيومي بعد ما هربت وسابت ابنها في المستشفى، وبعدها راحت اشتغلت في الدعارة. وبيروح لها يودي بعد ما بيهرب من الديانة، وبيقولها انه استلف فلوس من واحد صاحبه وانه خد منه كلية مقابل الفلوس دي، وبيوريها مكان الجرح، وبيقول لها انه حس ان كان الدكتور عاوز ياخد منه اكتر من كلية، فهرب منهم وهو متخدر وقبل ما يكملوا خياطة الجرح. لكن كيومي مش بتكون متأثرة بكلامه، وبعدها بيضحك وبيقول لها ان تشوكي ما قربش منه غير بعد ما مات. لكن كيومي بتقول انه ما ماتش، فبيسألها لو كان بيظهر لها هي كمان، وبيقول لها انه بيظهر له وانه طلب منه انه يهرب وانه السبب في انه يعيش لحد دلوقتي. وبيسألها لو كان عندها مخدرات وبيطلب منها انها تحقنه، لكنها بتزقه وبتقوله انه تشوكي مش ابنه. فبيقول لها انه كان عارف انه ابن المدرس، وساعتها بيخاف تشوكي وبيطلب منها انها ما تجيبش سيرة البيت ده تاني. فبتسأله لو كان جعان، لكن يودي بيتضايق منها وبيطلب منها انها تحقنه، فبتقوله انه يجي وراها للحمام. وفجأة بيظهر له تشوكي وبيطلب منه انه يهرب مرة تانية، لكن يودي بيضحك ومش بيسمع كلامه وبيروح ورا كيومي واللي بتحقنه فعلا. وبعدها بيطلب منها انها تحقن نفسها هي كمان، لكنها بتزقه وبيقع في البانيو. فبيطلب منها انها تساعده، لكنها بتبدأ انها تغرقه لحد ما بيموت وبتهرب. وبتروح للبيت المسكون وبتطلع الصور اللي كانت يوشي زميلتها مصورها لها هي ويودي وهو بيعتدي عليها، وبتحطها على الارض وبتعيط. وفجأة بيظهر مي ويوشي وبيعتذروا لها لانهم دمروا حياتها. لكن كيومي بتسألهم لو كانت تقدر ترجع بالزمن للمدرسة الثانوي تاني، فبيقولوا لها انها تقدر وان زيها كان جميل وبياخدوها معاهم. وبعدها بتعرف موظفة حماية الطفل ان كيومي بتشتغل في الدعارة، فبتبلغ أوديجاما وهاروكا بمكانها وبتديهم صور ليها، وبيقول لهم أوديجاما انها نفس البنت اللي هو لقاها في الدولاب لما دخل البيت المسكون. فبتقول له الموظفة انهم لازم يتفرقوا ويدوروا عليها، وانها هتروح لاسم الشرطة بتاع الحي علشان تسألهم عنها. وبيبدأ يسأل أوديجاما الناس في الشارع عنها لحد ما في واحد منهم بيعرفها وبيوصلوا لبيتها، لكنهم لما بيوصلوا بيلاقوه فاضي وبيتفاجئوا بيوديه وهو غرقان في الحمام. وتاني يوم بيكون المحقق عند سمسار الحي وبيسأله عن قضية 1952، فبيضحك السمسار وبيقول انه فاكرها وان ابن اصحاب البيت هو الجاني. فبيسألوا المحقق عن الطفل اللي اتولد وقتها، لكن السمسار مش بيكون عنده اي معلومات. فبيسألوا عن قضية اختفاء اخت أوديجاما، فبيقولوا السمسار ان القضية وقتها اتقفلت على انها اختطاف لان الازاز اللي في الجنينة كان مكسور. وبيقولوا ان الاب هو كمان اختفى وقتها وانهم سابوا الطفل الصغير لوحده، وبيكون الطفل ده هو أوديجاما. فبيسألوا المحقق لو كان بيحكي للمستأجرين الجداد عن الحوادث دي، لكن السمسار بيضحك وبيقولوا انهم في طوكيو وان مفيش حد بيهتم بالقصص دي لان سعر البيت رخيص جدا. فبيسألوا المحقق عن رأيه في اللي بيحصل في البيت، لكن السمسار بيقوله انه لو ركز في الحاجات دي ما كانش هيشتغل، وان لو فعلا البيت مسكون ما كانش بقى قدامه كويس وبصحة حلوة. وبعدها بيروح المحقق البيت المسكون مع أوديجاما وموظفة حماية الطفل وبيلاقي الصور بتاعتها على الأرض. فبيسألهم المحقق لو كانوا متأكدين انها لكيومي، فبيتأكد له الموظفة وبيفهم أوديجاما ان كيومي حصل لها الاعتداء في البيت ده برضه. وفجأة بيجي ظابط وبيقول للمحقق انهم اكتشفوا فجوة في السقف، ولما بيروحوا بيلاقوها موصلة للدولاب اللي كانت فيه كيومي، فبيطلعوا للأوضة اللي بتوصلها الفتحة، وبيفهموا ساعتها انها كانت الأوضة اللي ابن صاحب البيت كان حابس فيها البنت واللي اعتدى عليها وخلاها حامل سنة 1952. وفجأة بيشوفوا أوديجاما نفسه وهو صغير هو واخته، وهما بيطلعوا للأوضة من الفتحة دي وبيفتكر ان اخته وقتها شافت مامتهم الميتة وجريت عليها وان هو خاف
وساعتها قعد يقول لاخته انها مش امهم، لكنه بيقع من الفتحه دي في الدولاب، ولما بيحاول انه يطلع تاني فجاه بتظهر له شبح شايل طفل وبتطلب منه انه يساعدها في انها تدفن الطفل ده. فبيشوف نفسه وهو شايل الطفل وواقف فيه في الصاله، وفجاه الطفل بيعيط، ولما بيكشف وشه بيلاقيه طفل غريب وبيحاول يعضه، فبيخاف وبيرميه على الارض. لكن فجاه بيشوف شبح اسود بيكسر الازاز وبيخطف الطفل وبيمشي، فبيخاف أوديجاما وبيقع وبيفقد وعيه. وساعتها بيفهم أوديجاما ان اخته ما اتخطفتش، وانها اختفت بسبب الشبح، وان الكسر اللي في الازاز ما كانش الخاطف هو السبب فيه. وبعد سنتين بتتنقل اسره جديده لنفس البيت المسكون، وبيكونوا عمال النقل عارفين اللي بيحصل في البيت ده، بس ما فيش حد فيهم بيتكلم. وواحد من العمال بيقعد يتفرج على التلفزيون، واللي بيذيع خبر عن قطع راس طالب في ثانوي، وانهم لقوها قدام بوابه المدرسه. لكن صاحبه البيت الجديده واللي بيكون اسمها توموكو مش بتتحمل الخبر وبتقفل التلفزيون. وبعدها بتكتشف بقعة دم ظهرت على الحيطه، فبتسال جوزها يو لو كانت البقعه دي كانت موجوده قبل كده، لكنه بيقول لها انه اول مره يشوفها. وبيكون الدم ده لمرات نوبو اللي قتلها قبل ما كيشي يروح ويقتله. وفجاه جرس الباب بيرن، وبيكون أوديجاما وبيقول ليو انه كان ساكن قبل كده في البيت وانه عاوز يتكلم معاه شويه. فبيقول له صاحب البيت انهم عرفوا من السمسار ان البيت ده حصل فيه حوادث قبل كده، وانهم قرروا ما يشغلوش بالهم باللي بيتقال ويأجروه، وبالذات لان سعره منخفض. وبيسأله هو كان ساكن في البيت ده امتى، فبيقول له ده جيما انه كان ساكن في البيت ده وهو طفل، وانهم ما عاشوش فيه غير سنه واحده بس. وبيقول له انه دخل البيت بعد اخر حادثه حصلت فيه، وانه افتكر كل حاجه عن البيت. وبيسأله لو كان مصمم انه يسكن في البيت ده بعد ما يسمع اللي هيقوله، لكن يو صاحب البيت بيتعصب وبيفكره انه بيهدده وبيطلب منه انه يخرج من بيته. فبيسيب أوديجاما لمراته توموكو الكارت بتاعه، وبيطلب منها انهم يكلموه لو احتاجوا له، لكن يو بيزعق له بيكرشه. فبتقول له توكومو انهم يسمعوا هو هيقول ايه على الاقل، لكن يو بيكون رافض تماما. وبالليل بتحلم توموكو بكابوس وبتصحى من النوم وهي مفزوعة، وفجأة بتسمع صوت قطة، ولما بتروح ورا مصدر الصوت بتسمع التلفزيون وهو شغال على لقاء هاروكو مع أوديجيما، واللي كانت بتحكي فيه انها كانت بتسمع صوت خطوات طفل عندها في الشقة. وفي نفس الوقت بيصحى يو هو كمان على كابوس، وبينزل يدور على توكومو فبيلاقيها في المطبخ. وبيسمع كيشو وهو بيقول لنوبو بعد ما قتله انه هيبلغ على نفسه الشرطة بعد ما يرجع للبيت. ولما كيشي بيشوف يو الاتنين بيخافوا وبيبقوا مش فاهمين اللي بيحصل، لكن البيت في الليلة دي بيعيد كل الحوادث اللي حصلت فيه، والأشخاص العاديين بيبدأوا يشوفوا الأشباح اللي ساكنة في البيت ويتعاملوا مع بعض، وبيعرفوا الحقيقة ورا كل القضايا اللي حصلت. ولما بيهرب كيشي وبيروح يو وراه بيشوف نوبو وهو مشنوق، فبيخاف وبيصرخ وبيقع على الأرض. وفي نفس اللحظة دي بتشوف توموكو جثة مرات نوبو اللي هو قتلها وبتصرخ. وتاني يوم بيتصلوا بأوديجيما واللي بيتصل بهاروكو علشان تجيب أم تيتسويا ويعملوا جلسة تحضير أرواح. وبتكون هاروكو جايبة معاها شريط التسجيل اللي كانت مسجلاه لصوت الخطوات واللي بيكون الوسيط بينها وبين الأشباح. ولما بتدخل مامة تيتسويا البيت بتستغرب انه استقبلها وما رفضهاش، وبتقول لهاروكو ما تضغطش على نفسها، لكن هاروكو بتقول لها انها عاوزه تشوف تيتسويا. وبيستقبلهم يو وبيقول لهم ان مراته توموكو تعبانه، لكن مامة تيتسويا بتطلب منه انه ما يسيبش مراته لوحدها، وبتطلب من هاروكو انها تقعد معاها. وبتقول لهم انها مش بتعرف تطرد الارواح، وانها بس بتحضرهم وبتسمع صوتهم وبتعرف منهم هم عايزين ايه. وبيطلعوا للاوضه اللي كان محبوس فيها اول ضحيه في البيت، وبتبدا مامة تيتسويا في الطقوس ومعاها أوديجيما ويو. وفجأة بتسمع صوت خطوات، لكنها بتعرف ان دي مش صوت خطوات طفل. وفي نفس الوقت ده بتكون هاروكو قاعدة مع توموكو واللي بتقول لها انها كانت مبسوطة في شقتهم القديمة، وان جوزها يو هو اللي طلب منها انها تنقل في البيت ده بعد ما شاف سعره. وفجأة بيشوفوا شبح ماسك سكينة، ولما بتحاول هاروكو انها تبعده عنهم بيزقها وبيروح لتوموكو وبيكشف بطنها وبيبقى عاوز يخرج الجنين من بطنها بالعافية. لكن فجأة بيظهر شبح اول ضحية حصلت في البيت وبتدافع عن نفسها وبتقتله، وبعدها بتسيب الأوضة وبتمشي. وبعدها الإسعاف بتيجي وبياخدوا توموكو، ولما بيسألوا أوديجاما لو كان هيروح مع مراته المستشفى لكنه بيقولوا إنه هيودعهم الأول، وبيكون باين عليه إنه متوتر وخايف. وفجأة بيقوم من مكانه وبيتخيلوا أوديجاما باباه، وبتبقى دي من ضمن القصص اللي البيت بيعيدها. وفجأة بيشوف نفسه وهو صغير وبيفتكر إن باباه كان واقف بيبص عليه من الجنينة وفجأة اختفى. ولما بيبص على يو بيلاقيه هو كمان حصله نفس الحكاية وبيختفي فجأة. وبتستغرب
هاروكو من اللي هي شافته هي وأوديجيما، وفي نفس الوقت ده بتكون مامة تيتسويا في الأوضة لوحدها وبتكمل الطقوس بتاعتها، وبتسمع صوت الشبح وهو بيطلب منها انها تدفن الجنين بتاعها معاها. وبتفهم مامة تيتسويا ان الشبح وابنها مدفونين في الجنينة، وفجأة بتشوف اخت اوديجيما اختفت ازاي، فبتشوفها وهي داخلة الأوضة وبتتخيل ان الست اللي فيها هي مامتها، فبتجري عليها لكنها بتكون اصلا جثة، فبتخاف مامة تيتسويا وهي كمان بتتحول لشبح. وبعد فترة بيكتب أوديجاما كتاب تاني عن البيت المسكون، وبيروح للمحقق وهو معاه كتاب وبيطلب منه توقيعه، وبيسأله عن التليفون اللي هو قال إن كيشي حطه في بطن مراته تيشي، وبيقوله إن تحريات الشرطة ما قالتش كده، إن أوديجاما مش بيرضى يقوله الحقيقة لأنه مش هيقتنع بيها. فبيسأله المحقق عن السبب اللي يخلي القاتل يحط التليفون في بطن مراته، فبيقوله أوديجاما إن دي نوع من أنواع التعويذات، إن القاتل وقتها كان خايف إن حاجة تانية تطلع من بطنها غير الطفل. لكن المحقق بيخاف من كلامه وبيمشي من غير التوقيع، وبيقول لأوديجاما إن توقيعه هيبقى ملعون، وبعدها بيسأله لو كان عنده أطفال، لكن أوديجاما بيقوله إنه مش بيخلف، وإن السلالة اللي زيه لازم تختفي لأنهم حصل لهم كوارث كبيرة وهم عايشين. وقتها بتكون موظفة حماية الطفل عند تشوكي في المستشفى وبتسأله لو كان عارف هو مين، لكن تشوكي بيهمس لها وبيطلب منها انها تهرب، فبتخاف الموظفة. وفي الليل بتروح هاروكو علشان تدفن الشريط اللي سجلته للشبح في جنينة البيت المسكون علشان دي تكون النهاية. وفي الوقت ده بتشوف شبح مامة تيتسويا وهي بتضحك بهستيريا، ومش بس كده لكنها بعد ما بتدفن الشريط بتسمع صوت طفل مدفون وبيعيط، فبتترعب هاروكو وفجأة الصوت بيختفي، وبعدها على طول بيطلع صوت من شنطتها، بتخاف وبترميها على الأرض بسرعة، لكن الصوت ما بيختفيش وبيزيد أكتر والشنطة بتتحرك، ولما بتفتحها مش بتلاقي جواها حاجة، وفجأة بيظهر حد مجهول وبيخطفها ومش بنعرف هو مين. ما تنسوش تعملوا لنا لايك على الفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وما تنسوش كمان تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، ولو حابين تتابعوني على الانستجرام فده الانستجرام. يلا سلام.